من سيأتي معي غدا؟ أرواحنا ليست لنا زائرا قصير الأمد، سيرحل يوما ما، وستبقى الأجساد هامدة لا تحرك ساكنا. سيتوقف ذلك القلب الذي لطالما أحب، ضحى ووفى، ذلك القلب الذي لطالما حقد وكره، القلب الذي لا يسامح وخالقه سبحانه يسامح، القلب الذي هوى من المعاصي ما هوى. ستنغلق تلك العين التي لطالما بكت هموما وغموما وحزنا، بكت من الله خشية، تلك العين التي نظرت للحرام واستباحت النظر للحرام. ويتوقف ذلك اللسان فيما أباح وحرم. عندما أسمع أكثر من هادم اللذات لم أنسى أني سأموت، وأني غدا سأكون تحت الثرى وحدي في مكان منعزل بعيدا عن الحياة التي اعتدت عليها، بعيدا عن الضوضاء وسكان المدينة. لكنني أتناسى وأجهل معنى الموت، معنى الرحيل. ليتنا ندرك أننا راحلون، وأنه يوما ما سنترك أحبتنا وذوينا. ليتنا ندرك ونتدارك أنفسنا قبل الرحيل. من سيأتي معي غدا؟ عندما ألفظ الأنفاس الأخيرة وألبس قطعة القماش البيضاء النقية. من سيأتي معي غدا؟ عندما يحملني الأب والإخوة ويتبعني الأقارب والجار. من سيأتي معي غدا؟ عندما يضعني من حملني في البيت الموعود وحث التراب باغي الأجر فيه. من سيأتي معي غدا؟ عندما يسألني السائل المكلف بالاختبار: وهل منكم من عني يجيب؟ من سيأتي معي غدا؟ هل ستأتين يا أمي؟ هل ستأتين يا صديقتي؟ يا من قدمت الوعود وأوثقت العهود بالبقاء والقعود، هل نسيت وعودك وعهودك؟ أم نسيت أن هناك مفرق للجماعات متخفي بيننا؟ لا، لم تنسي، بل ألهاني وألهاك الأمل حتى جاء ما كنا نوعد. لا أريد منكم المجيء، لأني علمت علم اليقين بأن لا أحد منكم يستطيع، ولكن أريد منكم شيئا بسيطا. عندما تصادف أقدامكم أماكن لي فيها معكم ذكرى جميلة، قدموا من يدي ذكراكم دعوة، وإن كانت سيئة فتصدقوا بها علي. عل الله أن يرحم ضعيف القوى بكم وبما قدمتموه من دعاء. فلا أعلم هل سيأتي للوداع فرصة ليقدم، وهل سيأتي للاعتذار فرصة ليقدم.